ماذا قال لابورتا لنجوم برشلونة بعد الإقصاء من دوري الأبطال؟ توجه خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إلى غرفة الملابس بعد مباراة الإياب ضد إنتر ميلان في نصف النهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء لمواساة اللاعبين وتشجيعهم. وخسر البارسا ذهابا وإيابا بنتيجة 4-3 في المجموع بعد تعادلهما 3-3 في الذهاب على ملعب لويس كومبانيس، ثم الهزيمة 1-0 في الإياب على ملعب جوزيبي مياتزا. ونقلت صحيفة آس الإسبانية تفاصيل اللقاء، مشيرة إلى أن لابورتا تجنب أي انتقادات أو توبيخ، وحرص على تهنئة اللاعبين على جهودهم، الإشادة بروحهم القتالية رغم الصعوبات بما في ذلك ظروف التحكيم، الثناء على قدرتهم على التعافي من تأخرهم بهدفين مرتين خلال المباراتين. وقال لهم: يمكنكم الخروج ورؤوسكم مرفوعة، الجماهير فخورة بكم جدا، مؤكدا أن الفريق كان على بعد خطوة من التأهل، وأن هذه الخسارة ليست نهاية المطاف. كما نقلت الصحيفة أنه حاول تخفيف حدة الألم، مذكرا بأن اللاعبين هم الأكثر معاناة من الإقصاء، لكنه أعرب عن تفاؤله بالمستقبل قائلا: سنعيد المحاولة وسنقدم أداء أفضل في الموسم المقبل.